السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الاعزاء. اليوم غادي نتحدث عن بعض الأخبار وعن كل ما قدمه اللاعبون المغاربة مع فرقهم، وكل هذا بالمختصر المفيد. وغادي نبداو بالدوري الألماني، فبرسم الدورة 12 من بطولة البوندسليغا الألمانية انفجر أصدقاء نصير مزراوي على فريق ماينز وأصدقاء أيمن برقو، هذا الأخير اللي شارك في المباراة وكان الفريق ديالو خاسر 4-1. وعرف اللقاء تألق نصير مزراوي اللي قدم مباراة جيدة، وكاد الدولي المغربي يسجل هدف برأسية في الدقيقة 64 ومرة محادية للمرمى. نصير المزراوي اللي ضمن الرسمية ديالو مع الفريق وبدا تعتمد عليه المدرب بشكل كبير، وتنظن أنه أخذ الرسمية للاعب بافار. اما اللاعب بن شرقي فاليوم تصالح مع الجمهور ديالو وسجل هدف رائع بعد مراوغة الدفاع وتسجيل الهدف بالرجل اليسرى في مرمى الخصم. اما بالنسبه لرفقاء زياش فاليوم تكبدوا هزيمه قاسيه امام برايتون في الجوله 14 من الدوري الانجليزي، ومن خلال التحركات ديال زياش فتيبان عليه بانه مفتقد للحماس وحتى الجاهزيه وما راضيش على الوضع اللي هو فيه دابا. وغادي نختموا بالتصريح اللي خرج به مدرب المنتخب المغربي سابقا هيرفي رونار، واللي قال ان المغرب لديه فريق افضل على الورق، لكن المنتخب التونسي لديه عقلية وحالة ذهنية رائعة يمكن ان يصل من خلالها الى نقاط ابعد في مونديال قطر 2022. هذا ما في جعبتنا هذا اليوم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في اخبار جديدة ان شاء الله.